مرحبا. غدانا اليوم تشريب اللحم الأحمر، راح نسويه بطريقة سهلة وحلوة. اللحم مالتي هذا لحم غنم، بصل، ورق غار، نومي بصرة. الجدر مالتي أني حميته. راح أبدي أرتب قطع اللحم من جهة اللية أو الجهة الدسمة اللي بيها دهن، مثل ما تشوفون، حتى أخلي كمية الدهن اللي باللحم تبدي تذوب وينحمس اللحم بها. ورا ما كملت صفطت اللحم بالجدر، خليت حبات النومي بصرة وورق الغار، وأيضا كمية البصل اللي أني مقطعتها على شكل جوانح. تركتها تقريبا ربع ساعة إلى أن بدأ البصل يذوب. راح أحاول أحرك باللحم مالته شوية. الكاميرا اللي أنا كنت لازمتها بإيد، هسه راح أرجع أقطع التصوير ورجعت قلبتها زين. وهسه راح أدير كمية من الحمص، طبعا الحمص منقعته، وهذا اختياري، إذا ما يعجبكم ماكو داعي لا تخلون حمص. بهالأثناء أني أخذت تقريبا كيلو من الطماطة، عصرته وصفيته. وهسه ورا تقريبا 5 دقائق رجعت فتحت الجدر ودرت الطماطة مالتي. إذا يعجبكم صفوها، أو إذا ما يعجبكم لا تصفوها. إذا تريدون مي اللحم يصير أثخن لا تصفوها، بس أنا حبيت أصفي العصير. وراها راح أضيف كمية من المي، وتركت الجدر مالتي تقريبا 1.5 ساعة إلى أن استوى اللحم. ورا ما شفت اللحم مستوي، حمست بكمية زيت جدا قليلة، 3 أو إلى 4 ملاعق من المعجون، ودرتها على التشريب. وأيضا راح أضيف كمية، إذا أشوف أحتاج مي هنا أنا فراح أضيف مي وأخلي ملح. كمية الملح اللي تخلوها بما تتناسب مع كمية اللحم وحجم الجدر مالتكم. بهارات أنا ما خليت، لحم الغنم العراقي ما يحتاج أي بهارات، فقط الملح والنوم بصرة وورق الغار. هنا التشريب اللحم أصبح جاهز، تقريبا أخذ وقت 2 إلى 2.25 ساعة. اللحمة جدا ذايبة ومستوية، والحمص أيضا استوى. وهسه راح أبدي أهيئ ماعون. ثردت للي يحب إنه يثرد، ثردت قرصة خبز، وبديت أخلي عليها التشريب. أدير كمية مناسبة بحيث قطع الخبز كلها تتنقع بهذا التشريب، قطعة من اللحم من بصرة الحمص، ويقدم مع الزلاطة، مع البصل، مع الخضرة، بالطريقة اللي تعجبكم. إن شاء الله طريقة حلوة وما أخذت جهد من عندنا، وراح تستفادون من عندها. تحياتي أم نور، مع ألف. سلام. 1 2 3. Quiero separarme de ti, ni siquiera